أصدقائي الأوفياء المتابعين الكرام، القضية ديال الفلسطيني اللي بغيت نوضح كنا كنهضرو معاه على اللايفات ديال بنتو، وهو بغا يدخلنا شعبان في رمضان. نسى القضية ديال بنتو وتيقول لنا حنايا راه ضد فلسطين. اش دار هو؟ خلى قضية بنتو ولا كيجر هاد صحاب القنوات باش يسبب ليهم في المشكل، اولا باش يعقد الامور، اولا باش يدير الفتنه ما بين الشعب المغربي والشعب الفلسطيني. علاش؟ صعيب باش ينطق بالكلمات الحق. الله يسترنا ويستركم، يعني اللسان ديالو ما يقدرش يشهد بالحق. هذا راه منافق وغينوض الفتنه ما بين الشعب المغربي والشعب الفلسطيني. الشعب المغربي عارف اشنو كيدير، الشعب المغربي راه ماشي جهالة، حنا راه ماشي جهالة، حنا راه اذكياء. الناس الاذكياء والناس نقيين مكتمشاوش بالجهل بحالك انت. واخا كنقول لك حنا فلسطين انت راك ماشي فلسطيني. غير سمحوا لنا الاخوان الفلسطينيين الحقيقيين، الاخوان الفلسطينيين انا كنحييهم من هذا المنبر، كنوجه لهم التحيه للشعب الفلسطيني والشباب الفلسطينيين، يعني الشعب الفلسطيني كامل كنوجه ليه التحيه من هذا المنبر. حيت عارف شحال ساوي عندنا، وعارف المعزتو عندنا، وعارف شحال كنحبو فلسطين وكنحبو الشعب فلسطين. اما الخينا هذا حاشا باش يمثل كامل الشعب الفلسطيني ولا الشباب الفلسطيني، هو بغى يشعل الفتنه ما بين الشعوب، يعني بغى يدير الفتنه بين الشعب المغربي والشعب الفلسطيني. ولا دخلنا شعبان في رمضان تيقول لنا انتما كتكرهوا الفلسطينيين وكتكرهوا القدس وكتكرهوا غزه وكتكرهوا الشعب الفلسطيني، ولا كيدير لنا البلبله. ما نهضروش لك على الشعب الفلسطيني، ما كنهضروش معاك على المال القدس، ما كنهضروش لك على فلسطيني او دوله فلسطينيه ولا الشعب الفلسطيني، ما كنهضروش عليه. ولكن بيننا وبينك انت بيناتنا حساب. انت حاشا باش تمثل الشعب الفلسطيني وحاشا باش تكون فلسطيني. خلي فلسطين وخلي الشعب الفلسطيني وخلي القدس. راه هضر لينا على الموضوع ديال بنتك، شرح لينا اللايف ديال بنتك. حنا هادشي علاش كنهضروا معاك انت شخصيا. تنقول لك شرح لينا هاد الكلمه اللي قالت بنتك، وشرح لينا بالنسبه لك انت على الكلمه اللي قلتي نتايا، فاش قلتي خليتي الاحتلال وجيتي لقيتي الاحتلال. ما تدخلش الشعب الفلسطيني في المشكل اللي بينك وبين الشعب المغربي. خلي عليك الشعب الفلسطيني المحترم، وخلي عليك ساكنة غزة أصحاب الأرض القدس. المشكل بيننا وبينك أنت، ماشي بيننا وبين فلسطين. بيننا وبين فلسطين احترام الأخوة، وشاركين دين وشاركين دين ما تتفرقش. لكن المشكل اللي بيننا حنا وبينك أنت وعائلتك مشكل خاص. أنت بغيتي تدخلنا شعبان في رمضان ولا كتخلط لينا وبغيتي تدرب لي شي في شي. حنا كنهضرو معاك على المشكل اللي دارت بنتك، زدتيها وكملتيها وجملتيها باش طلعتي بفيديو عوض باش تطلع وتعتذر الشعب المغربي، وطلعتي وزدتي عليه العافيه على العافيه، وكتقول لها حقا راه ما نعتذرش، نتوما الصهاينه، نتوما الخدامه. الصباط ديال البنت اللي كتلبس بنتك حسن منا حنايا، وانت غادي تكون راجل عليا انا في بلادي، وغادي تكون ساكن في بلادي وحر وبز مني. هذه راه اهانه، وزدتيها على ذلك وانت كتقول لنا حنا خدامين مع الكيان. اما بالنسبه الفيديو الاخر اللي خرجتي في العيد، يا المنافق يا الكافر بالله يا نكار الخير، وشفتي راه انت اللي ما عندكش الدماغ، انت اللي ما كتخدمش دماغك. ما كتخدم دماغك يكون عرفتي كيفاش غتسير الامور. عوض باش تخرج وطلب من الشعب المغربي الاعتذار، ولكن طلعتي كتاكد ليهم باللي راك انت منافق ونكر الخير. تهددهم نتايا باش ترفع عليهم دعوة قضائية. اش داروا ليك؟ قول لي شنو داروا لك هاد الشعب المغربي؟ واش ملي دوزتي 14 عام نتايا في المغرب واش ما كانوش عارفين باللي راك انت في المغرب؟ واش يلاه بنتي ليهم؟ ياك انت جيتي جبتي هذيك بوبريسه عندك، نوض هذيك القرباله، ورجعتي كتقول حقا ما حقا بنتي عندها الحق.
الشعب المغربي كامل اللي ما عندوش الحق. بنتك واعيه وقاريه وفاهمه، الشعب المغربي كامل مكلخ. يعني داكشي اللي قالت بنتك راه عندها الحق، وهادشي اللي كيطلب المغرب ما عندوش الحق. واخا يكون عايش في امريكا ولا عايش في الروس ولا عايش فين ما بغا يعيش، كيتسمى هذاك مغربي، جاتو غير على بلادو. حتى انا كذلك مثال، جاتني غير على بلادي وغندافع على بلادي، ومن حقي ندافع عليها. باش نشوف شي واحد ولا نسمع شي واحد براني ما هوش مغربي، شي واحد براني وجا كيشتم في الشعب المغربي وكيشتم في المواطن المغربي، اولا كيشتم في الشعب المغربي، اولا كيشتمنا، اولا كينقص من قيمتنا، راه ميمكنش غادي نخليه، اولا غادي نسكت ليه، اولا غادي ندوزها ليه. هادي يكون على اليقين، لان حنا مغاربه تربينا بهاد الطريقه. باش تقول انت بنتك راها بريئه وعندها الحق، وداكشي اللي قالت راه هي عندها الحق. اما بالنسبه لنا حنايا اللي كتشتم فينا وكتعير فينا، حنا ما عندناش الحق ندافعوا على وطننا، وما عندناش ندافعوا على شرفنا، ما عنديش الحق ندافعوا على بلادي وعلى ولد بلادي. راه من حقك اكثر من انت من حقك على بنتك. واخا سيدي ماشي مشكل، حنا نقول سيدي ولادك زينه وبنتك زينه، ما كاين ما فضل من بنتك وما كاين ما فضل من بلادك. ولا حتى حنا كذلك ومثال، حنا كذلك ومثال، ما كاين ما فضل من بلادنا. بلادنا افضل وولادنا افضل وخوتنا المغاربه افضل. انت دافع على بنتك، إذا انت كتدافع على بنتك وكتدافع على فلسطين، حتى حنا غندافعوا على مواطن مغربي وندافعوا على وطننا وندافعوا على شعبنا وعلى شرفنا ومن حقنا. وهادشي علاش تربينا. مابقاش دخلنا شعبان في رمضان، كون ذكي شويه. حتى دابا بقى عندنا حنا ما نديرو، مسالين ليك داك الاعتذار ديالك ما عندنا ما نديرو به. الا انت مسقي اولا مسقي اولا مخضر بريحتي يهوديه ولا اسرائيليه، حنا المسلمين الاحرار، حنا مسلمين احرار، حنا مسلمين مغاربه الحقيقيين الاحرار. انت ماشي فلسطيني وما غاديش تمثل الشعب الفلسطيني. باش دخلنا قضيه فلسطين او قضيه الشعب فلسطين وتدخلوا في المشكل بيننا وبينك انت. حنا ما عندنا حتى شي مشكل بيننا وبين الشعب الفلسطيني، عندنا مشكل معاك انت وحاشا باش تمثل الشعب الفلسطيني. اشرح لينا اش قالت بنتك، واشرح لينا اش قلتي انت، وعلاش قلتي حنا عبيد الصهاينه والخدام ديال الصهاينه وفينا اللي بغى يركب غير الامواج. اشرح لينا هادي وشنو كتقصد وشنو بغيتي وعلاش كتقلب. الشعب المغربي راه مسالي ليك، مادام انت كتهضر وكتخرج بهاد الفيديوهات راه منك ما نتفكو، وغادي نبقاو معاك تنخرجوك من ارض الوطن. حنا ماشي هي ضدك انت، ضد الكل اللي كيتهمنا وكيشتم المغاربه، سواء يكون مسلم او سواء يكون عربي او لا يكون اجنبي او يكون كيما بغا يكون. ماشي هي ضدك انت، ضد اللي كيشتم المغاربه وضد اللي كينقص من قيمتنا ومن قيمة وطننا. حيت كتجينا نغير على بلادنا وعلى وطننا وعلى ملكنا وعلى شعب. حنا مغاربة كنتحدو ومسلمين، ما كنبغيوش شي بوزبال يدخل بيناتنا اولا شي كاركير يدخل بيناتنا اولا شي وسخ. مشكل ماشي معاك انت بوحدك، عندنا شي كراغيل حتى هما ما خلاو ما قالوا، ولكن حنا ديما معاهم في الخط، لا انت ولا هما. ما عمر غادي نستسلموا. حنا هما المغاربه الحقيقيين اللي ما كيستسلموش وما كيقبلوش الانهزام. يكون كيما بغا يكون اي واحد، اي مواطن كيما بغا يكون، يكون اجنبي يكون عربي يكون مسلم يكون غربي يكون كيما بغا يكون، يبغي يشتم المغاربه او ينقص من قيمه المغاربه او لا يقيس شعره من ملكنا او من الشعب المغربي او من المواطن المغربي، كون على اليقين انا ما غاديش نتفكوا معاه. هذه هي الرساله اللي بغيت نوصل
حنا بلا ما نسميوه فلسطيني، غير شبه فلسطيني، نسميوه غير هذا الاسم هذا، حتى كتجي حشومه غير نكتب ديك السميه ديال الفلسطيني، والله العظيم الا كتجيني قاصحه باش نكتب فلسطيني في حد ذاته، ما غاديش يكون بحال ما هكايا، وما غاديش يكون هاد الكنس هذا. ولكن كنتخيل غير هاد الكماره عاد تنكتب سميه فلسطين، هذا الاسم ديال فلسطين مكنقدرش نقول عليه شي حاجه، ولكن ملي كنتخيل هاد الكماره كنكتبها بالزربه. إخواني الكرام، أحبابي المتابعين، أصدقائي الأوفياء، شكرا لكم والتحية وألف تحية. كنوجه تحياتي الحارة للشعب فلسطين، وكنقول ليه عيد مبارك سعيد وكل عام وأنتم